أهلا بكم مشاهدينا الكرام في وجها لوجه، وفيه نسأل عن قرار مالي دعم مبادرة الحكم الذاتية المغربية في الصحراء الغربية. لماذا هذا التحول في الموقف المالي؟ وهل يأتي كحركة استفزازية ضد الجزائر بعد توتر العلاقات بين البلدين؟ ما تداعيات الموقف المالي على القضية الصحراوية؟ وهل ستنضم دول إفريقية أخرى لهذا الخط؟ وهل نحن أمام إعادة تشكيل تحالفات جديدة في منطقة الساحل؟ نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا من إشبيلية البشير محمد لحسن، وهو باحث في الشؤون الإفريقية في جامعة إشبيلية. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك أستاذة فايزة، وحييك وحيي ضيفك والمشاهدين. ومن الرباط الدكتور عبد الحق صنايبي، خبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية. أهلا وسهلا بك أيضا. مرحبا فايزة، تحية لك ولمشاهدين قناة فرانس 24 ولضيفكم من إشبيلية. أهلا بكما. أبدأ معك البشير محمد لحسن، لماذا هذا التحول في الموقف المالي؟ نعم، في البداية لابد من أن أشير إلى نقطة في غاية الأهمية، وهي البيان الذي صدر يوم أمس وأصدرته حكومة المرحلة الانتقالية المدنية في مالي، والذي ساق نقطتين فقط لربح الوقت، والذي قالت فيه تدين حكومة المرحلة الانتقالية المدنية في مالي إشادة المجلس العسكري المالي بمقترح المغرب بشأن الصحراء الغربية بتاريخ 10 أبريل 2026 في باماكو. النقطة الثانية تقول: كما يكشف هذا القرار زيف خطاب هذه الحكومة المناهض للإمبريالية والاستعمار، إذ أنها تقوض حق الشعوب في تقرير مصيرها وفي اختيارها الذاتي، وكذلك استكمال مسار تصفية الاستعمار الذي استفادت منه مالي عام 1960. هذا نص البيان الذي أصدرته الحكومة الانتقالية المدنية في مالي، وهو يندد بهذه الخطوة التي أقدم عليها المجلس الانقلابي في مالي، وهو مجلس بطبيعة الحال لا يتمتع بأي شرعية ومحاصر، عطل الدستور الداخلي في مالي وعطل كل القوانين في مالي، ويعني استفز كل الجيران، ولديه علاقات متوترة خاصة مع الجارين المهمين الجزائر وموريتانيا. بنقطة أخرى أيضا مهمة، أنه في هذا الظرف بالذات المجلس العسكري الانقلابي في مالي لا يسيطر سوى على 12% من مساحة مالي، والعاصمة نفسها باماكو محاصرة، والوقود لا يدخل نتيجة لمحاصرة تنظيم نصرة الإسلام والمسلمين الذي تأسس عام 2017، ولا يدخل حتى الوقود إلا باتفاقيات بين هذا التنظيم الجهادي وحكومة الانقلاب في مالي التي تستجدي من أجل أن يصل الوقود إلى مالي. النقطة الأخرى أيضا مهمة أستاذة فايزة لو سمحتي، هي أنه هذه المسألة السحب تجميد الاعتراف بالجمهورية الصحراوية ثم الإشادة بمقترح المغرب، هذه سياسة منذ 20 سنة والنظام المغربي يلجأ إليها، ليست حل ولم تنفع في أي شيء بعد أن عجز الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية عن إبادة الشعب الصحراوي في حرب دامت 16 سنة من 75 إلى 1991. بعد ذلك دخلنا في مسار التسوية الأممي، لم تجدي أي شيء، لأن السيادة باختصار موجودة لدى الشعب الصحراوي، ليست لدى مالي وليست لدى بوركينا فاسو وليست لدى النيجر ولدى أي دولة أخرى في العالم. السيادة موجودة للشعب الصحراوي لدى الشعب الصحراوي، وهذه الأنظمة سواء في لأنه برنامج تفاعلي. سنستمع إلى رأي الأستاذ عبد الحق صنايبي، تفضل. والله أستاذة فايزة، أنا كنت أعتقد أننا سنناقش موقف دولة يعني أن مسؤوليها يتجهون إلى الأمم المتحدة ويعبرون عن آرائهم، ونتحدث على دولة سيادية، وكنا نود أن نتحدث على دولة لها مع المغرب قرون وقرون من العلاقات الروحية والتاريخية، وكنا نود أن نتحدث على دولة تعاني من مشكل التوحش والانفصال الذي يهدد شمال مالي، وكنا نود أن نتحدث على مبادرات المملكة المغربية التي تريد فك العزلة حول دول الساحل والصحراء خاصة التي لا تتوفر على وجهة بحرية، وهنا نتحدث على مالي وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو، وكنا نود أن نتحدث عن التنسيق في مجال مكافحة الظاهرة الإرهابية، وكذلك توفير واجهة بحرية لهذه الدول من أجل يعني تسويق سلاحها. كنا نود الحديث على أن مالي هي من أكثر الدول التي عانت من شبح التوحش والإرهاب والانفصال، لكن للأسف صدقين أنني أفاجأ الآن وأصدم في حضرة قناتي المحترمة أن هناك تمجيدا للإرهاب
الإرهاب، وهناك نعت لتنظيم إرهابي اللي هو جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التي يتزعمها الإرهابي إياد غالي بأنها جماعة جهادية. ويفتخر ضيفكم الكريم من إشبيلية بأنها تحاصر يقول العاصمة باماكو، يعني عاصمة مالي. وبالتالي نحن أمام إشادة بالظاهرة الإرهابية، نحن أمام تمجيد للإرهاب، نحن أمام ضرب في المؤسسة السيادية لدولة مالي الشقيقة. أما الموقف السيادي الذي أعلته مالي، فأنا أتساءل لماذا لم تتخذ مالي هذا الموقف منذ زمان، على اعتبار أن أزيد من 40 دولة في إفريقيا لا تعترف بهذا الكيان الانفصالي، وعلى اعتبار أن هناك سلسلة في أسبوع هناك دول إما اعترفت بمغربية الصحراء أو جددت الاعتراف ديالها. طيب على مصر، أستاذ عبد الحق الصنايبي، للإشارة أن أستاذ البشير محمد الحسن، على مالي. أستاذ عبد الحق الصنايبي هو لم يشد بالإرهاب، وإن كان كذلك لن نسمح له على قناتنا طبعا. تفضل أستاذ محمد الحسن. هو يقول أنك نصرة الإسلام والمسلمين التي يتزعمها إياد غالي جماعة تنظيم جهادي، هي تنظيم إرهابي. أستاذ محمد الحسن، كيف ترد على عبد الحق الصنايبي؟ أستاذ محمد الحسن، هل تسمعني؟ نعم أسمعك أستاذ فايزة. نعم، هو يقول إنك تشيد بتنظيم إرهابي، تفضل كيف ترد؟ نعم أنا سأرد عليك. مسألة توصيف هذه التنظيمات بأنها جهادية هذا مصطلح أكاديمي وإعلامي موجود في الغرب، وأنا باحث في جامعة إشبيلية الإسبانية ونعتمد هذا المصطلح. حتى قناة فرانس 24 في تقاريرها الإخبارية عندما تتحدث عن منطقة الساحل أو عن هذه الظاهرة تصف هذه التنظيمات بأنها جهادية، وهذا ليس إشادة بل هذا توصيف للواقع. هذا من جهة. أما أن يتحدث ضيفكم عن موضوع الإرهاب وأن يشيد بالإرهاب، فالأولى به أن يلتفت إلى ما يقوم به النظام المغربي في عز الإبادة على قطاع غزة. كيف يستقبل هذا النظام المجرمين الحقيقيين الذين يبيدون قطاع غزة؟ طيب دون الدخول في مواضيع أخرى، لنبقى في دوافع مالي في دعم الموقف المغربي. أستاذ عبد الحق الصنايبي، أعود إليك. في رأيك هل هي دوافع اقتصادية دفعت مالي إلى دعم الموقف المغربي في قضية الصحراء؟ وبين قوسين فرنسا التي تدار منها هذه القناة قامت بعمليتين مهمتين، هي عملية سيربال وعملية برخان، كان الهدف منها هو القضاء على رؤوس الإرهاب وعلى رأسهم قيادات في تنظيم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين. طيب. وكذلك هي من نجحت في اغتيال عبد الملك دروكتال، وهي من نجحت في اغتيال عدنان أبو الواحد وليد الصحراوي، وهي من نجحت في اغتيال جمال عكاشة. نواصل مناقشة الموضوع أستاذ عبد الحق، تفضل. النقطة الثانية نعود إلى النقطة الثانية. نحن نقول بأن هذه سياقات طبيعية على اعتبار أن العلاقات بين المملكة المغربية والشقيقة مالي ليست وليدة اليوم، وإنما هي وليدة قرون وقرون. هل الدوافع هي دوافع اقتصادية؟ أستاذ عبد الحق الصنايبي، سؤالي واضح، ما دوافع مالي في دعم الموقف المغربي؟ يا أستاذة فايزة، نعم. يا أستاذة فايزة، أستمع إليك، تفضل. هي مجموعة من الدوافع، هي دوافع اقتصادية بطبيعة الحال. وتحدثت بأن المغرب ساهم من خلال ميناء الداخلة الاستراتيجي على أساس تمكين 4 دول في دول الساحل والصحراء التي لا تمتلك واجهة بحرية من تصريف منتوجاتها عبر هذه البوابة، وكذلك أنه راهن حتى على تقوية البنية التحتية لهذه الدول ال4. كذلك أكد على هناك تنسيق أمني في مجال مواجهة الإرهاب ومجاهرة الدائرة الإرهابية بطبيعة الحال في مالي التي تعتبر حسب منتدى الدفاع الإفريقي بأنها عراق جديدة. كذلك هناك تنسيق عسكري ومجموعة من القيادات العسكرية في مالي يتم تدريبها هنا في المغرب. كذلك هناك تنسيق ديني، والأئمة في مالي يتم تكوينهم في مؤسسة محمد السادس للأئمة الأفارقة. وبالتالي هناك رزنامة من الدوافع، بالإضافة إلى أنه سلسلة من الدول الإفريقية التي تخلت عن الوهم وتخلت على هذه الأطروحة الانفصالية، وخاصة بعد القرار المرجعي 27/97 والذي يشكل اعترافا أمميا من أعلى هيئة أممية بأنه لا وجود لحل إلا داخل أو تحت السيادة المغربية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية. وبالتالي أنا أعتبره قرارا عاديا جدا ويسير في مسار تغير العقيدة الدبلوماسية لمالي منذ 2020 حينما قطعت مع دعمي هذه العقيدة ديال الانفصال، وخاصة أن مالي هي أول الدول وأكثر الدول التي عانت من الإرهاب ومن الانفصال بطبيعة الحال. أستاذ محمد الحسن، هل ترى أن هذا القرار جاء لاستفزاز الجزائر؟ نعم، أتمنى أن تمنحيني بعض الوقت أستاذة فايزة من فضلك، لأني في السؤال الماضي لم أمنح الوقت الكافي.
حقيقة السؤال الذي وجهته للضيف من المغرب سؤال في غاية الأهمية. ما الدوافع؟ وسأجيب على موضوع الجزائر. الدافع هو دافع اقتصادي بحت. هذا النظام في مالي ينهار وهو بحاجة إلى أي طرق نجاة من ناحية الشرعية. لا يملك أي شرعية، وإذا كان هناك شريك أو حليف يمكن أن يمنح له الشرعية لا يسأله عن الانتخابات على انتهاك الدستور، فهذا جيد بالنسبة له. لكن للأسف هذا النظام بما أنه ضعيف طلب يعني قليل جدا مقارنة ما تطلبه بعض الدول الأخرى. طلب 300 منحة فقط وإعفاء الماليين من التأشيرة. هذا المقابل الذي حصل عليه نظام مالي. هناك أمثلة أخرى حتى يفهم المشاهد طبيعة هذه الإشادات التي تقوم بها دول إفريقية أو في أمريكا اللاتينية بمقترح المغرب وليس المقترح الذي تقدمه الدولة الصحراوية. لماذا؟ في 2020 على سبيل المثال غينيا بيساو أعلنت أنها ستفتح قنصلية في مدينة الداخل المحتلة جنوب الصحراء الغربية. مر الخبر كأنه انتصار في الإعلام المغربي واحتفل به النظام المغربي. لم يتحدث عن الحقيقة التي كشفتها الصحافة في غينيا بيساو، أن النظام المغربي مول بناء مقر وزارة الخارجية في غينيا بيساو بمبلغ 5 مليون دولار. هذا المبلغ كان يمكن أن يوجه للمستشفيات المغربية لضحايا الفيضانات، للفقر في المغرب حيث تلد النساء خارج المستشفيات لأنها ليست هناك نظام صحي. هناك مسألة أخرى أيضا في دول أمريكا اللاتينية. في السلفادور بعد أن جمدت اعترافها بالجمهورية الصحراوية حصلت على 100 طن من الفوسفات. هذه المقايضة لا قانون دولي لا شرعية دولية لا اقتناع من هذه الدول، فقط أنها وجدت أن النظام المغربي مستعد للمنح بسخاء لأي دولة تجمد اعترافها بالجمهورية الصحراوية، فأصبحت هذه المقايضة معروفة لكنها لا تنفع. لماذا؟ سأضرب مثال واحد فقط. في عام 2022 رئيس كولومبيا هو من اليمين بعث بنائبة الرئيس إلى المغرب وأشاد بمقترحه لحل النزاع في الصحراء الغربية وقال جمدنا الاعتراف بالجمهورية الصحراوية. عام 2022 جاء الرئيس اليساري غوستافو بيترو وأعاد السفارة الصحراوية في بوغوتا، واليوم يوجد سفير الجمهورية الصحراوية في بوغوتا. هذه مقايضة سياسية. كذلك ترامب أيضا كبيرهم هو ترامب الذي اعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية مقابل اعتراف النظام المغربي بإسرائيل. إذا نرى رأي عبد الحق صنايبي يقول إن هذا الدعم نتيجة لمقايضة، كيف ترد على ذلك؟ أولا حاول أن يمرر مجموعة من المغالطات. إذا سمحت لي فايزة أن أرد عليها في نقطتين لا ثالث لهما في حقيقة. أرجو من ضيفكم الكريم أن لا يتحدث عن المشروعية الانتخابية، لأن رئيس الدولة التي ينتمي إليها تم التصويت عليه وأصبح رئيسا بنسبة التصويت لا تتجاوز 19%. وبالتالي آخر نظام يتحدث عن المشروعية السياسية، الشرعية السياسية والمشروعية الانتخابية هو ضيفكم الكريم. ثانيا حينما نتحدث على أن هذه المواقف جاءت في مقابل مقايضات مالية، فأنا أستغرب كيف أن المغرب حصل على موقف أممي للقرار 2797 الذي اعترف المغرب بالسيادة على الأقاليم الجنوبية من مقابل أنه اشترى الأصوات في مجلس الأمن الدولي. كيف يعقل أن معظم دول العالم أزيد من 120 دولة تعترف بأن الحكم الذاتي هو القاعدة الأساسية والفعلية والحصرية لحل حالة هذا النزاع، كيف يمكن أن يكون اشتراها؟ ليس المغرب هو من ألغى ديون 19 دولة إفريقية في مقابل مواقف ضد المملكة المغربية بطبيعة الحال. وحينما نتحدث بأن هذا القرار هو استفزاز للجزائر، أعتقد بأن الجزائر تدعي وتقول على الأقل علنا بأنها ليست طرفا في هذا الموضوع. وبالتالي أتمنى من ضيفكم الكريم أن يعيد بوصلته على اعتبار أن هناك مجموعة من مراكز ثقة القرار الإفريقي. الآن لا يتعدى الدول التي تعترف بالجمهورية الوهمية 14 دولة من أصل 54 دولة في القارة الإفريقية، وبالتالي نحن أمام زحف لجميع الدول. وهنا إذا سمحت لي في 10 ثواني، المغرب يتبنى استراتيجية تعمل برأسين. الرأس الأول على اعتبار أنه يدير المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل أجرأة وتنزيل القرار 2797، ويعمل لدق آخر مسمار في نعش الأطروحة الانفصالية عن طريق الاشتغال على مستوى القارة الإفريقية من أجل التوجه إلى إحداث زخم حول الطلب الذي سيتقدم به المغرب من أجل طرد الكيان الانفصالي من هياكل الاتحاد الإفريقي لتصحيح هذا الخطأ التي وقعت فيه المنظمة الإفريقية في مؤتمر نيروبي بطبيعة الحال. إذن أستاذ محمد الحسن، كيف ترد على الأستاذ عبد الحق صنايبي؟ وهل هذا القرار جاء لاستفزاز الجزائر؟ نعم، هذا القرار الحكومة الانقلابية في مالي لا تملك أي استراتيجية وهي محاصرة من كل الجهات،
وهذا انتحار سياسي، لأنه في مالي نفسه، في شمال مالي، يوجد حركة الأزواد التي تطالب بحقوقها أيضا، وهذا لعب بالنار. الجزائر لديها أوراق كبيرة جدا يمكن من خلالها أن تضغط على النظام في مالي، وهو محاصر ويبحث عن طرق نجاة، سواء كان عن طريق النظام المغربي أو عن طريق أي نظام آخر. بالرد عليه أقول أن الشعب الصحراوي منذ 1975 حين بدأت الثورة الصحراوية ضد الاحتلال الموريتاني والمغربي الذين اقتسم الصحراء الغربية في اتفاقية مدريد في 14 من نوفمبر عام 1975، منذ ذلك الحين بدأ يكافح، لا يعول على دعم أي خارجي، ولكن لم تكن تعترف به أي دولة في العالم. حقق الكثير من الانتصارات والإنجازات وبنى دولته في المنفى، وظلت جنوب الصحراء الغربية ظل محتلا من موريتانيا إلى غاية 1979. لم يكن للنظام المغربي أي مطالبة بجنوب الصحراء الغربية. حينما اعترفت موريتانيا عام 1900 في أغسطس 1979 بالجمهورية الصحراوية وقامت علاقات دبلوماسية على مستوى البلدين، حينها تذكر النظام المغربي أنه بما أن موريتانيا ستخرج فإنه سيحتل ذلك الجزء الذي لم يكن يطالب به أصلا. والشعب الصحراوي لا يزال صامد، وهي دولة، الجمهورية الصحراوية دولة عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي، لها علاقات مع دول مختلف العالم وتستمر في كفاحها. السيادة على الصحراء الغربية لا يملكها ترامب. لو أن الولايات المتحدة الأمريكية أقوى دولة في العالم واعترفت للنظام المغربي بالسيادة على الصحراء الغربية عام 2020 لم ينتهي الموضوع. لا يزال الشعب الصحراوي صامد ويقاوم بكل السبل العسكرية المدنية. بما أنك نعم أستاذ الحسن، بما أنك كل على كل الجبهات، بما أنك تطرقت إلى ترامب أستاذ عبد الحق الصنايبي، هل هذا الدعم الأمريكي للطرح المغربي في هذا الملف هل ساعد دول إفريقية أخرى على اتخاذ نفس النهج؟ اولا حتى لا نمرر مجموعه من الجرائم الاعلاميه، حتى لا نقول مغالطات، لان ضيفكم الكريم من اشبيليه بدا بالاشاده بالارهاب والان يمجد الانفصال ويقول هو قال بانه لم يشد بالارهاب، هي مجرد مصطلحات اكاديميه. نتجاوز هذه النقطه استاذ عبد الحق. استاذه نعم نتجاوز هذه النقطه. هو قال هي مجرد مصطلحات اكاديميه ونحن لا نسمح له بذلك. نعم أنا خبير لا تفضل حول نقطة الدعم الأمريكي في هذا الملف. الحركات الجهادية واستراتيجيات الأمن القومي. أستاذة فايزة، أنا لا أريد أن أقول أنك متعاطفة مع بني جلدتك، ولكن أقول أنني خبير في الحركة الجهادية. لا ندخل في شخصنة الأمور. وأعرف ماذا تزين. أنا أعرف ماذا تزين هذه الكلمات. إذا كان دكتور مثلي لا يعرف كيف يكيف مصطلحات إرهابية، فيعني المفروض أنني أتنازل على هذا فقط نقطة نظام. هو قال بأنه لن يشيد ولا يشيد بالحركات الجهادية، وهذا مستحيل على قناتنا ونحن لن نقبل بذلك. تفضل تحدث لي عن الدعم الأمريكي في هذا الملف، وهل كان له تأثير على دول إفريقية. نتجاوز هذه النقطة نعم حتى نتقدم في النقاش. أستاذ عبد الحق قال بأنه الأزواء. نحن نتقدم، نحن متقدمون نعم. لله الحمد، وحسمنا الملف والدوام لله تعالى. نحن فقط نحلل هنا. نعم بالتأكيد في مآل هذه المسألة. فهو قال بأن حقوق الأزواج مشروعة وبالتالي يدعمون الانفصال في شمال مالي. النقطة الثانية، اسمحي لي أن أقول لك أنه ضيفكم الكريم ربما يجب أن يعيد دراسة العلاقات الدولية والقانون الدولي. حينما نتحدث عن الاعترافات، فالاعترافات تمارس أشخاص القانون الدولي اللي هي الدول تمتلك هذا القانون، هذا الحق الحصري وهذا الامتياز الحصري وهذا لو بوفوار ديسكريسيونير. من يعترف هي الدول، هي رأس أشخاص القانون الدولي. وبالتالي حينما تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، المشكل لا يكمن هنا لأنه قرار السيادة ولأنها دولة لا سيادة ولا الحق لأن تعترف بمن تشاء متى ما شاءت، ولكن قوة الاعتراف الفرنسي وقوة الاعتراف الأمريكي وقوة الاعتراف البريطاني هو أنه يقبر الأطروحة الانفصالية، لأنه من خلال ميثاق الأمم المتحدة يعني مرور إذا ما قدر الله أن تخرج هذا النزاع من مقبرة اللجنة الرابعة، عليه أن يمر من مسطرة مجلس الأمن الدولي، وبالتالي أن يحظى بتصويت 9 أعضاء من أصل 15، 9 أعضاء بمن فيهم تصويت صريح وإيجابي من 5 دول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ثم نمر إلى مرحلة الثلثين على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبالتالي أنصار الأطروحة الانفصالية يعلمون باستحالة يعني أنه قيام هذا النظام
الانفصالي بطبيعة الحال. أما قولك بأنه الولايات المتحدة الأمريكية واعترافها بمغربية الصحراء ساعد مجموعة الدول، أتفق معك في هذه النقطة، وكذلك السياقات الحالية وفي ظل الارتباطات، في ظل قرائن قوية على ارتباط البوليزاريو بإيران بطبيعة الحال، وفي ظل أن المفاوضات القائمة حاليا والتي تقودها بطبيعة الحال باكستان تقوم على أساس أنه ضرب جميع الأذرع العسكرية لإيران، وبالتالي ترى الولايات المتحدة الأمريكية في البوليزاريو أحد الأذرع الإيرانية في المنطقة التي قد تهدد مضيق جبل طارق بطبيعة الحال، وقد تهدد الضفة الجنوبية لحلف الناتو الذي تنتمي إليه فرنسا. وبالتالي لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا المغرب ولا القارة الإفريقية اقتنعت بضرورة القطع مع المنطق الميليشياوي ومع المنطق الانفصالي، وبالتالي لا مستقبل لهذه التنظيمات الانفصالية في قارة ظلت لأزيد من قرن من الزمان قارة مستباحة، وآن لها أن تقف على أرجلها وأن تحقق الشعار الذي رفعه الملك المغرب محمد السادس: إفريقيا للأفارقة، وعلى إفريقيا أن تنمي نفسها وأن تشتغل على العنصر البشري بدل أن يركب مواطنوها قوارب الموت للبحث عن البرزخ المزعوم في الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط. طيب أستاذ محمد الحسن، بعد قرار مالي هل ستتخذ دول إفريقية أخرى نفس النهج، وما تداعيات ذلك على القضية الصحراوية؟ نعم أستاذة فايزة، لو سمحتي تمنحيني بعض الوقت باختصار لأنه لم يتبقى لدينا الكثير من الوقت. نعم دقيقة فقط، ناقشنا الكثير من التفاصيل ولم يتبقى لدينا الوقت. تفضل. نعم تفضل. دقيقة لو سمحتي. شكرا لك. فيما يخص ما تحدث به السيادة، حتى أختصر الموضوع، السيادة على الصحراء الغربية ملك الشعب الصحراوي فقط، لا تملكها لا أمريكا ولا إسرائيل ولا إسبانيا ولا فرنسا، لا تملكها. نحن نتحدث على قناة فرانس 24 الآن، وفرنسا سبق وأن أشادت بمقترح النظام المغربي المقدم لحل النزاع في الصحراء الغربية، ولا تزال فرنسا تعتمد التسمية القانونية الدولية الصحراء الغربية، كذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكل الدول. حتى نتنياهو نفسه صديق النظام المغربي أكثر من مرة أبرز خريطة الصحراء الغربية والمغرب بحدوده الحقيقية المعترف بها دوليا. مسألة قضية الصحراء الغربية يملك سيادة الشعب الصحراوي فقط. كل المناورات التي قام بها النظام المغربي منذ السبعينات إلى الثمانينات إلى محاولة إدخال إسرائيل، وهو يتحدث عن قال أنه ملك المغرب قال أن إفريقيا للأفارقة. لماذا حاول النظام المغربي إدخال إسرائيل في الاتحاد الإفريقي؟ لماذا أول دولة عربية يدخلها جيش الاحتلال الإسرائيلي هي المغرب في مناورات الأسد الإفريقي؟ لماذا يحاول الزج بإسرائيل في دول المغرب العربي ما تسببه من أزمات أمنية ومخاوف؟ أين هي إفريقيا وأين هي روح إفريقيا؟ قضية الصحراء الغربية مدرجة ضمن اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار، هي آخر قضية استعمار في إفريقيا. الدولة الإفريقية هي عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي، ويعني الدولة الصحراوية تمتلك مناصب في قيادة الاتحاد الإفريقي. البرلمان الإفريقي هي ترأس عمادة شمال إفريقيا بما فيها ذلك المغرب، هو الممثل المغربي يعني يجلس مع الطرف الصحراوي. هذه المحاولة حذف الطرف الصحراوي والحديث عن الانفصال وعن محاولة ربطه فعلوها في ليبيا عندما سقط نظام الغدافي. قالوا أنه الجيش الصحراوي كان يقاتل لجانب القذافي، لم يقدموا أي دليل. كذلك بعد سقوط بشار الأسد قالوا أن هناك في سجن حلب هناك مقاتلين الجيش الصحراوي، هذه أكذوبة. الآن يحاول ضيفكم ربطه بإيران وهذه أضحوكة. لا، حتى المغاربة نفسهم الذين يشاهدون الآن يضحكون من مثل هذه الترهات التي لا أساس لها. المخابرات المغربية، المخابرات الإسرائيلية، الأمريكية، البريطانية، الإسبانية، كلها لم تكشف أي علاقة بالبوليساريو بإيران إلا النظام المغربي كشفها والآن يتحدث عنها. هذه تظهر مستوى النظام المغربي. لا توجد أي علاقة، والبوليساريو أصلا الدولة الصحراوية لا تحتاج لإيران ولا لحزب الله ولا لأي من هذه الدول، لأنها دولة عضو في الاتحاد الإفريقي ولها شعب صامد مقاوم مدة 50 سنة ضد الاستعمار، وقضيتها واضحة. محكمة العدل الأوروبية أصدرت قرارها بأن الصحراء الغربية والمغرب هما بلدان منفصلان، لا يملك المغرب أي سيادة على الصحراء الغربية. قرار محكمة العدل الدولية عام 1976. طيب لأنه وصلنا إلى ختام البرنامج، أختم مع عبد الحق صنايبي. تفضل، من المستفيد من استمرار هذا النزاع؟ تفضل أستاذ عبد الحق.
المستفيد من استمرار هذا النزاع بطبيعة الحال هو النظام العسكري الجزائري، هذا قولا واحدا، وإلا من يستفيد من التقسيم. ثانيا أنا حينما تحدث يقول بأن هناك تصفه بالصحراء الغربية، أنا أيضا ومجموعة من المغاربة نقول الصحراء الغربية المغربية، لأن هناك صحراء شرقية مغربية لا زالت محتلة تحت نير الاحتلال الجزائري. النقطة الثانية. ثالثا النقطة الثالثة يجب أن يعيد يعني ضيفكم الكريم من إشبيلية أن يدرس مجموعة من المصطلحات المرتبطة بالقانون الدولي. السيادة لا تمتلك، السيادة تمارس. حينما نتحدث على مكونات الدولة نتحدث على الأرض، ونتحدث على الشعب، ونتحدث على السلطة السياسية المنظمة، ونتحدث على السيادة، ونتحدث على الاعتراف. هؤلاء إذا كان هناك سكنة صحراوية فهي موجودة في الأقاليم الجنوبية من المملكة المغربية وتمارس سيادتها وتسير أمورها كذلك. ولا أعلم أن في يوم ما أن جبهة البوليزاريو مارست السيادة في نقطة واحدة من نقاط الصحراء الغربية المغربية بطبيعة الحال. وبالتالي أنا أقول بأن الموضوع انتهى. ويعني حتى جبهة البوليزاريو التي يحاول أن يتحدث باسمها رغم أنه لا ينتمي إلى المخيمات ولكن ينتمي إلى مدينة تندوف، ولكنها تجلس في المفاوضات من أجل إجراءات يعني القرار 2797 الذي يعترف بالسيادة المغربية، والمسألة مسألة إجراءات تقنية أكثر من هي مناقشة السيادة المغربية. شكرا لكما. من إشبيلية البشير محمد لحسن باحث في الشؤون الإفريقية في جامعة إشبيلية، ومن الرباط الدكتور عبد الحق صنايبي خبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية. إلى هنا أصل وإياكم إلى ختام وجها لوجه.